السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل صينية عجة كده. معايا شوية زيت ومعايا بصلتين. انا هنا عايزة يعني اخلي البصلة تتخدع كده، تاخد لون شوية. هنا بقى لما البصلة تتخدع شوية، معايا 6 بيضات اهو. سملة كده. البيض ده هنضربه كويس جدا. لازم يتربى كويس جدا كده. هنزل عليه بنص كوباية من الدقيق. هنزل عليه بنص كوباية من الدقيق، ومعلقة من البيكنج باودر. تمام، كأنك بتعملي كيكة كده. هنخليه يلم كل السوائل كده. طبعا زي ما انتم شايفين كده ده سمك. هنا بقى البصل نقلبه، احنا عايزينه ياخد لون ذهبي كده بسيط. يعني صفري البصله كده وانزلي هننزل بالفلفل. طبعا انا عاملاها في طاسه لان انا هستنى وهنقلها في صينيه وهدخلها الفرن. تمام. البصله بدات تاخد لون معانا اهي. ده فلفل الوان بس متفرع، ودول حبيتين طماطم. لو مش عايزه تعملي دول برضو حبيتين طماطم بس كبار. يعني لو ما بتحبش الطماطم فيها كتير ممكن تقللي او ممكن ما تحطيش خالص، دي براحتك على حسب رغبتك. في برضو هنحط شبت وكزبره وكده، وكل ما تكتري فيها الخضره بتبقى ايه كويسه، يعني بتدي طعم وشكل حلو. انا عايزاها كده. انزل بالفلفل، هنوطي شويه ونسيبه دقيقتين بس كده. كده الفلفل برضو خدع. هنزل بالطماطم، نسيبها بقى اغطيها تتسبك كده شويه. اضيف لها شويه بهارات، فلفل اسمر وكزبره وكمون. هنا بقى نضيف الخضره. كتري ما يهمكيش. انا لو المفروض يعني يستحسن ان هي كانت تبقى إيه طازه يعني، بس زي ما انتم شايفين لونها كويس لان لسه جايباها من يوم التلات. هنا انا ضفت كمون وكزبره وفلفل اسمر وشويه دقه كده صغيرين. اوطي بقى على النار ونسيبها بقى تتسبك كده، تاخد وتدي كده وتستوي ولو نشفت معاكي زوديها يعني حبه ميه صغننين قوي، عشان عايزاها تفضل محافظه على شكلها كده وما تلزقش معاكي. تمام. هنا انا مش هسويها تسويه كامله، انا عايزه كل حاجه تفضل واخده شكلها كده مش تتهري. هطفي عليها بقى تبرد، وما تبرد خالص هقلبها مع البيض، لان لو قلبت فيها البيض كده هيخلي البيض يستوي. فهتبرد خالص ونقول لكم هنعمل ايه. انا نقلت الحاجات دي في طبق عشان تبرد، عشان عايزاها تبرد تماما يعني.
ولعت الفرن عشان يسخن، لان هي لازم تدخل على درجة حرارة يعني ايه سخن. انزل بقى بالحاجات دي هنا، اقلبها كويس. طبعا بهارات وملح كله تمام. اقلبها كويس جدا. شايفين؟ معايا هنا صينية نسميها كده. انا دخلتها الفرن في الرف الوسطاني، شغاله تحت، والشوايه برضو كمان. تخلص بقى واوريها لكم كده شكلها لما خلصت من الفرن. شايفين الجمال؟ شايفين؟ وتخت، مش مبلطه كده. بيكنج باودر خلاها تخ كده ايه. هتبرد بقى واقطعها لكم. بصوا بقى حبيب قلبي، هي كده بردت. اللي فرق هنا في اللون الاضاءه بس مش اكتر، لان هنا كنت بصور من غير اضاءه. هنقطعها بقى كده مع بعض. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عشان اوريكم قد ايه هي هشه وطعمها كان جميل جدا ما شاء الله. جربوها على طريقتي واكتبوا لي في التعليقات، هتحبوها جدا. لو وصلتوا معانا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. لازم نعمل الطرافه كده عشان ما تبقاش حاجه لازقه على كده. هطلع معاكم بقى اهو. شايفين؟ دي جلاش يا جماعه، جلاش مش صينيه عجه دي. والله الجمال عدى الكلام. هي فعلا كانت تحفه. تسلم ايدك يا بسبوس. ماسكه نفسها، مش بتتهرهد، كل حاجه مظبوطه. الارضيه برضو من تحت متحمره. ايه رايكم؟ متنسوش اللايك يا حبايب قلبي. كده حبايب قلبي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.